وجريدة منياوي. بالتأكيد زي ما دايما بيشغلنا لسان حال الشارع المنياوي وأوجاع الشارع المنياوي، ودايما قلنا لكم إن أنتوا دايما معانا، مش هتكونوا لوحدكم في مشاكلكم، في آلامكم، في أحلامكم، في طموحاتكم. احنا النهارده موجودين مع أحد الدكاترة منيوية بجد، اللي بيفكر يساعد أهل بلده في المنيا. دكتور هاني كمال فرانسيس، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، برحب بيك من خلال موقع منياوي. اهلا بيكي واهلا بك اسره منياوي. واحب في المناسبه الجميله ديت ان انا ابارك لحضرتك وابارك لاسره التحرير، سواء الموقع او الجريده اللي هتصدر قريب ان شاء الله. ونتمنى للمنبر الاعلامي الجميل دوت كل التوفيق، وانه ينقل صوت المنيا. مش عايزين نقول وجع المنيا، ربنا ما يجيبش وجع، لكل القيادات في مصر، وتبقى منبر جميل للتعبير عن آراء وآمال وآلام المناوية. بالنسبة للمشروع الحلو اللي حضرتك اتبنيته، عيادة منياوي، أنا بهنيك على الأفكار الجميلة ديت وعلى المشاركة الجميلة للمجتمع. وأنا يسعدني جدا جدا إن أنا أكون مش عايز اقول اول واحد يشترك، انما اقول بداية لكل دكاترة المنيا انهم يشتركوا في عيادة منياوي ويقدموا خدماتهم الصحية ويقدموا رعاية كويسة لكل اصدقاء الجورنال او الموقع، واللي تمتد ان شاء الله بعد كده نعمل قافلة منياوي للخدمات الطبية، وقافلة منياوي للرعاية الأساسية، أو ندوات منياوي للتثقيف الصحي، لأن المجتمع بيحتاج الخدمات ديت، سواء بيحتاج طب ودواء أو بيحتاج تثقيف. زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. لو في ثقافة صحية كويسة، على ما أعتقد العادات الطبية الخاطئة هتبقى قليلة جدا. اللي هي العادات الطبية الخاطئة دي هي المدخل للأمراض اللي ممكن قوي نتجنبها لو مشينا في الوقاية صح. بالنسبة لتخصصي أنف وأذن وحنجرة، أحب أقول نبذة صغيرة عن العادات الطبية الخاطئة في هذا المجال. طبعا كلمة أنف وأذن وحنجرة بالنسبة للمجتمع عارفينها إنها لوز. اللوز بالنسبة لكل الناس بيقول لك انا ابني جاله اللوز، بيقولها بتعبير غير دقيق طبيا. بيقول لك نزلت له اللوز، فانا عايز اروح لدكتور يرفع له اللوز. اللوز دي انا عايز ادي معلومه صغيره للساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. اللوز دي قطعه في جسم الانسان، مكانها في الفم بتاع الانسان. واي قطعة في جسم الانسان لها مكان ثابت مرتبط بالجسم كله بشرايين واوردة. مفيش قطعة في جسم الانسان بتنزل او بتطلع او بتتحرك من المكان. ده تعبير مش سليم. زي اللي يقولك انا عيني طلعت من كتر المذاكرة. ما شفناش طالب لا في الجامعة ولا في الثانوية العامة ماسك ايده كده ويقولك اهو انا عيني طلعت، او يقولك انا مشيت لغاية لما ركبي ثابت. ما شفناش واحد ركبي طلعت بره جسمه وسايبه كده مقلقله. كلها دي تعبيرات مجازيه. انما اللي بيحصل ايه بالنسبه للوز؟ ان اللوز كجزء بيلتهب، بيبقى معاه غدد لمفاويه موجوده اسفل الرقبه. دي زي لمبه حمراء كده بتنور، بتقول ان في التهاب في هذه المنطقه. فالام بتشوف الغده الليمفاويه اللي في الرقبه، بيتهيأ لها ان اللوز اتحركت من مكانها اللي جوه البق حوالين اللسان ونزلت بقت في الرقبه، وعلى الدكتور ان يطلعها تاني من الرقبه لبق الولد. وبيحبوا قوي ان الدكتور يدوس على لسان الولد لغايه لما يرجع، على اساس انه طلع له اللوز او رفع له اللوز من المكان اللي نزلت فيه للمكان الاصلي بتاعه. فانا هنا عايز ادي معلومه بسيطه، ان المعلقه دي اللي احنا بنستخدمها دي اسمها خافض لسان، مش رافع لوز. دي اسمها خافض لسان. وظيفتها الوحيده انها بتساعدني في الكشف، ان انا لما بنزل اللسان لتحت شويه بأدي مجال ان انا نبص على
اللوز اشوف مدى الالتهابات اللي موجود فيها، هل دي التهابات فيروسيه، التهابات بكتيريه، ترسل العلاج على ايه، اللي بيها بعد كده احط خريطه علاج، هل ادويه او عمليه جراحيه بسيطه اللي هي عمليه استئصال اللوزتين. يعني خافض اللسان ده اداء كشف مش علاج. فما نكتفيش بان انا رحت وديت ابني للدكتور عمل له الحركه ديت وخلاص كده اللوز اترفعت واهمل في العلاج بعد كده، لا ما ينفعش. دي اول خطوه، ان الكشف بيخافض اللسان. بعد كده هكتب روشته علاج، وممكن بعد كده الامر لو احتاج تدخل جراحي باي اجهزه، كل حاجه موجوده وتحت امركم. فاحنا عايزين التثقيف الصحي يوصل مظبوط. احنا اداه كشف مش علاج. العلاج اللي هي الادويه يا اما جراحه بعد كده. نرجو للجميع الصحه، ونرجوهم انهم يسمعوا الكلام، بلاش العادات اللي من زمان وعادات ستي وستك. لهم طبعا كل احترامنا في الجو اللي هم عاشوا فيه، بس نسمع كلام اللي موجود حاليا. العلم اللي موجود حاليا لازم نستفيد منه. احنا عيادتنا تحت امر جريده منياوي، موقع منياوي. حابين برضو ان يمكن كل المتابعين الموقع واللي بيشوفوا حضرتك دكتور هاني بيهنوك على النبذه الصحيه الجميله اللي انت يمكن اتحفتنا بيها ثقافيا. كمان منتظرين عشان يعرفوا بقى، يعني اكيد في كتير من اهلنا من محدود الدخل والغير قادرين على العلاج، يعني عايزين برضو حضرتك تبشرهم بمساهمتك مع الموقع ومتابعيه لأسرنا وأهلنا الغير قادرين على العلاج. أنا تحت أمركم في أي وقت تحبوا في خدمة طبية، أنا موجود معاكم. عنوان العيادة وأرقام التليفونات هسيبها تبع الموقع، وفي الجورنال المنياوي اتصلوا بالموقع والجورنال المنياوي، واحنا في تنسيق تام مع الموقع مع جورنال منياوي لتقديم اي خدمه او حتى نصيحه طبيه تحبوا تسالونا فيها، ونرد على اسئلتكم واستفساراتكم لاي حاجه انتوا تعوزوها، واحنا تحت امركم في اي وقت. دكتور هاني كمال رمسيس، اخصائي الانف والاذن والحنجره بالمنيا، بنشكر حضرتك ودايما متواصلين من اجل اهلنا في المنيا. شكرا.